الأهلي بيفاوض حرفيًا حوالي مثلًا 10 لعيبة، ما بين مهاجمين، ما بين باك ليفت، ما بين مساكين، برّه مصر وجوّه مصر، كل الجنسيات، عرب وخليج وأجانب وكُلّه. في الوقت اللي الأهلي ده من شهرين جايب بن رمضان، وجايب زيزو، وجايب بيكهام، وجايب ياسين مرعي، وشكري، وتريزيجيه، ورجّع محمد شريف، ورجّع ديانج، ورجّع عبد القادر، وعنده سيحة، وجاب سيحة. كل ده 10 لعيبة الأهلي جابهم من شهرين، ولسه بقى بيفاوض أسامة فيصل، وبيفاوض مروان عثمان، وبيفاوض يحيى زكريا، وبيفاوض أحمد طارق بتاع زد، وبيفاوض لعيب مغربي في ديبورتيفو لا كورونيا، وبيفاوض لعيب الغريب أغرب مفاوضات يعني الغريب بالنسبة لي اللعيب اللي هو بابلو الصباغ. بابلو الصباغ ده إيه بقى؟ مهاجم كولومبي من أب سوري باين حاجة كده، فهو معاه جنسية كولومبية سورية، تمام؟ وبيلعب في أمريكا الجنوبية. والمهاجم ده يعني كولومبي من أصل سوري. الأهلي عايز يجيبه ويعمل له باسبور فلسطيني عشان يقدر يلعب محلي. مش فاهم يعني إزاي؟ إزاي طيب؟ ده الكلام دي الأخبار اللي بنتفرج عليها كل يوم، بنسمعها كل يوم في مفاوضات الأهلي. وعندك بقى مش عارف دياباتي بتاع كوت ديفوار. كل ده الأهلي بيفاوض وعايز يجيبه. طب الزمالك جنبك هنا، ده الزمالك ما فيش. ده الزمالك ما فيش. طب ده الأهلي عشان حاسس بخطر في أو بصعوبة في الدوري، وبصعوبة في دوري أبطال أفريقيا. طب الزمالك عنده صعوبة في كل حاجة، كل حاجة، كل حاجة. فإيه الزمالك مش يتحرك شوية؟ يعني نحاول نلحق شوية الدنيا.